سلام محمل بالمحبة والخيرات والبركات مني إليكم. أنا عبير نفيدة وأهلا بك في هذا التأمل. من فضلك اقرأ الشرح لهذا التأمل قبل أن تبدأ. خذ مكانا هادئا دون مقاطعات، ويفضل أن تكون على سريرك وفي فراشك مستعدا للنوم، لأن هذا التأمل يساعدك في إعادة برمجة عقلك الباطني. إذا كنت مستعد فلنبدأ، وخذ وضعية مريحة. يفضل أيضا أن يكون المكان مظلم إلى حد ما لكي يساعدك في الاسترخاء. في هذه الجلسة ليس مهم أن تكون جالس بوضعية الظهر المستقيم، يمكنك الاستلقاء والاسترخاء. إذا كنت مستعدا أغمض عينيك واستلقي. ذهنيا ردد ورائي: إلى كل حواجزي انزلي الآن الآن الآن. إلى كل حواجزي انزلي الآن الآن الآن. إلى كل حواجزي انزلي الآن الآن الآن. أنا بإرادتي الحرة أنسف كل الأحكام وأحرر كل الأحكام والتوقعات عن هذا التأمل وهذه الجلسة، عن العلاج، عن المعالج عبير، عن نفسي، عن الله، عن الكون. كن واعيا بقلبك. خذ نفس عميق. إلى جسدي استرخي الآن. أنا أعطي الأمر لجسدي الآن أن يسترخي. إلى عضلات وجهي والفك استرخي. إلى عضلات العنق والأكتاف واليدين استرخي. إلى عضلات الصدر والبطن استرخي استرخي استرخي. إلى عضلات الفخذين والساقين والرجلين استرخي الآن استرخي استرخي. نحن في حالة تسليم للإله. نحن في حالة سلام. نحن في حالة سكينة وطمأنينة. استشعر أنك في معية الله، وردد ذهنيا: إلى رب العالمين، أنا أنوي الاتصال بك وبنورك. اللهم إني أنوي الاتصال بك وبنورك الشافي، بنورك لكي ينير بصيرتي. خذ نفس عميق. اللهم إني أنوي الاتصال بالله الواحد الأحد، بالمصدر الأساسي الحي الباقي. أنوي الاتصال بالله الذي لا تنفد خزائنه. بسم الله السلام. تخيل أنك تحت شلال من نور أبيض ساطع. هذا النور يتدفق إليك
عبر مركز التاج الموجود فوق رأسك ببضع سنتيمترات. هذا النور يخترق مركز التاج ويتدفق إلى باقي مراكز الطاقة، مسارات الطاقة، والتي بدورها توزعها على سائر جسدك المادي بكل أعضائه، كل خلاياه. استشعر السلام. كن واعيا بهذا النور الإلهي. اللهم اجعلني أداة للسلام. استشعر السلام والسكينة بداخلك. استشعر السلام وهو يتدفق إليك ومن خلالك، كأنك قناة لهذا النور الإلهي الذي يعبر من خلالك ويتدفق إلى الأرض عبر مسارات الطاقة الموجودة في جسدك وفي باطن قدميك، ليشكل جذور طاقية تتشكل بعمق في الأرض. وهذا النور الإلهي يعبر من خلالك ويطلع من هذه الجذور إلى الأرض. هذه الجذور عميقة جدا في الأرض. إلهي اجعلني أداة لخدمتك لنشر السلام للأرض ولكل من عليها، للتربة، للماء، للهواء، وكل الكائنات الحية. إلى رب العالمين. اللهم طهرني من كل الذنوب والخطايا. اللهم طهر جسدي ومشاعري وقلبي ونفسي وروحي من نقاط الضعف والوساوس الشيطانية، من كل أفكار سلبية ومشاعر سلبية، من صدمات. اللهم طهرني من الخوف بكل أنواعه. كن واعيا بهذا النور الإلهي وهو يتدفق إليك ومن خلالك، وذهنيا نردد: أنا أسمح بخروج كل المشاعر السلبية وكل الذكريات المؤلمة، كل الصدمات. أنا أنسف وأدمر كل المعتقدات التي لا تخدمني ولا تخدم نسختي الحالية. أنا أسمح لها الآن بالخروج بكل يسر وسهولة. أنا أسمح بطاقات السلام والسكينة أن تتدفق إلي وتشفيني وتعبر من خلالي إلى الأرض. بسم الله العلي العظيم، وبالإرادة الحرة التي أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى، أنا أستقبل العلاج من الله سبحانه وتعالى ومن عبير. تذكر بأنني مجرد أداة، مجرد سبب. الشفاء من الله سبحانه وتعالى. الله هو الشافي. بإرادتك الحرة يمكنك أن تقبل هذه المساهمة وهذا الإرسال الطاقي ليساعدك على التشافي والتحرر من المعتقدات التي تعرقلك. فقط قل نعم واستقبل. كن واعيا بهذا النور الإلهي الذي يتدفق إليك. ذهنيا ردد: أنا أنسف وأذمر وأسمح بخروج كل مشاعر الذنب، مشاعر العار، مشاعر الخزي من كل كياني وعلى كل المستويات.
من الشعور بعدم الاستحقاق. أنا الآن أتحرر من الشعور بعدم الاستحقاق، من جسدي، من مشاعري، من جسدي الفكري ونظام معتقداتي، ومن ذاكرة خلاياي. بدءا من هذه اللحظة وإلى الأبد، مع بقاء الدروس الإيجابية، كل هذه المشاعر السلبية الآن تتحرر منك بكل يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الغفور. كن واعٍ بهذا النور الإلهي وهو يتدفق إليك، وهو مليء بالطاقات المغفرة وطاقات الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وردد ذهنيا: اللهم اجعلني أداة لتحرير كل شخص مستعد الآن لكي يتحرر من مشاعر الذنب، من مشاعر العار، من مشاعر عدم الاستحقاق. اللهم اجعلني أداة لشفاء كل قلب وكل روح تتألم الآن وهي مستعدة لأن تحرر كل هذه المشاعر السلبية وكل هذا الشعور بعدم الاستحقاق والشعور بالذنب. بسم الله الغفور. استشعر طاقة الغفران وهي تتدفق إليك ومن خلالك بهذا النور الإلهي. ردد: أستغفر الله. خذ شهيق، ومع الشهيق خذ طاقة الغفران، ومع الزفير أخرج كل المشاعر السلبية والطاقات السلبية في داخلك. أستغفر الله. استغفر. بسم الله الغفور. بسم الله الغفور. بسم الله الغفور. اللهم إني أستغفرك على كل الذنوب التي ارتكبتها بوعي أو بغير وعي، على كل الذنوب والخطايا التي ارتكبتها بوعي أو بغير وعي، مبررة أو غير مبررة، في أي زمان ومكان يا الله. بسم الله الغفور. بسم الله الغفور. بسم الله الغفور. استمر في الشهيق، استنشق طاقة الغفران، ومع الزفير أخرج كل هذه الطاقات مهما كانت، كل الطاقات السلبية من مشاعر، من أفكار، من معتقدات، من ذنوب وآثام. ذهنيا ردد: أنا أسمح بخروج كل المشاعر السلبية، كل الطاقات السلبية، مشاعر أني لا أستحق الصحة، أني لا أستحق المغفرة، أني لا أستحق الصحة، لا أستحق العلاقات الجيدة، أني لا أستحق النعم أو أي شكل من أشكال الرزق والنعم. أنا الآن بإرادتي الحرة أنسف كل هذه الأفكار، كل هذه المعتقدات التي دخلت إلي بوعي أو بغير وعي، التي أنا تبنيتها. أو دخلت لي من الأسرة، من المجتمع، أيا كان، في أي زمان ومكان. أنا الآن أتحرر منها وأتخلى عنها. أنا لا أحتاج إلى الألم لكي أتعلم، لكي أرتقي.
بسم الله الغفور الرحيم. كن واع بطاقات الله الغفور الرحيم وهي تتدفق إليك من خلال هذا النور الإلهي، طاقات المغفرة. الآن تخيل أن هذه الكلمات تغرس في نظام معتقداتك وفي ذاكرة خلاياك. أنا أعرف شعور أني أستحق المسامحة والغفران. أنا أعرف شعور العفو الإلهي، المغفرة الإلهية. أنا أعرف شعور أني أستحق الأفضل، أني أستحق الخير والبركات والنعم بكل سهولة ويسر. بسم الله الغني، بسم الله الغني، بسم الله الغني. كن واع. أنا أعرف أني غني بالله. أنا أعرف شعور أني غني بالله لأني متصل بالمصدر الأساسي للغنى، هو الله الغني. أنا أعرف شعور أني غني على كل المستويات. أنا أعرف شعور أني أعيش الوفرة. أنا أعرف شعور أني مكتفي من الداخل، مشاعريا، طاقيا، فكريا وماديا. أنا أعرف شعور الوفرة والبركات باسم الله الغني، باسم الله الغني. كل الرزق والخيرات تتدفق إلي بكل سهولة ويسر. تخيل هذه الكلمات تغرس في نظام معتقداتك وفي ذاكرة خلاياك. أنا أعرف شعور اليسر والبركة في حياتي. أنا أعرف شعور أني مبارك أينما كنت وأينما ذهبت وأينما حللت. أنا أعرف شعور اليسر في كل جوانب حياتي، وأني أرتقي بنفسي وروحي. أنا أعرف شعور أني أحصل على كل ما أريده دون الحاجة للمعاناة. أنا أعرف شعور أني مبارك، وأنا أعرف شعور اليسر والبركة في حياتي. كن واع بالنور الإلهي وهو يتدفق إليك ومن خلالك. وتذكر أنك تشارك هذه البركات مع الأرض وكل من عليها. بسم الله الودود، بسم الله الودود، بسم الله الودود. أنا أعرف شعور أني كائن عظيم من خالق عظيم. أنا أعرف المعنى الإلهي للحب اللامشروط. أنا أعرف شعور أني محبوب ومحب. بسم الله الودود، بسم الله الودود، بسم الله الودود. كن واعيا بهذا النور المليء بالمحبة الإلهية، بالحب الإلهي الغير مشروط، وهو يتدفق إليك ومن خلالك إلى الأرض.
بسم الله الودود، بسم الله الودود، بسم الله الودود. أنا أعرف شعور أني أجذب العلاقات الصحية المليئة بالحب، المليئة بالتفاهم والود. أنا أعرف شعور أني محبوب ومغناطيس للحب ومحب للآخرين. بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ. أنا أعرف شعور أني محصن ضد الشر وغير مرئي لقوى الشر وللناس السلبية المؤذية. بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ. أنا أعرف شعور أني محصن ضد كل الشرور. أنا أعرف شعور أني غير مرئي للناس المؤذية والناس السلبية. أنا أعرف شعور أني مرئي فقط للخير والبركات وللناس الأخيار وللناس المحبين الداعمين المساهمين لي. كن واعيا بهذا النور الإلهي وهو يتدفق إليك، محمل بطاقات التذرع والتحصين. بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي. كن واعيا بطاقات الشفاء وهي تتدفق إليك ومن خلالك، وشاركها عبر الجذور مع الأرض وكل من عليها. ذهنيا ردد: أنا أسمح برحيل كل الطاقات المريضة. أنا أسمح بكل طاقات المرض، طاقات الألم، بأن تتحرر وتخرج من كياني، من جسدي المادي، من جسدي المشاعري، من جسدي الفكري، ومن نفسي وروحي. كن واع بالنور الإلهي المحمل بطاقات الشفاء. بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي. اللهم اجعلني أداة لخدمتك ولنشر التشافي ومشاركته مع الأرض وكل من عليها، لشفاء التربة، لشفاء الماء والهواء، لشفاء كل الكائنات الحية من حيوانات، نبات، أشخاص، كل الكائنات الحية. اللهم اجعلني أداة لشفاء كل الأجسام، كل القلوب، كل الأرواح، فلتعم طاقات الشفاء والتشافي على الكل وعلى الجميع، لتشفي كل شخص مريض، كل قلب مكسور، كل روح
اللهم إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي. كن واعيا بهذا النور الإلهي وهو يتدفق إليك ومن خلالك محمل بطاقات الشفاء والتشافي، يعبر من خلالك يشفيك ويشفي كل كيانك وكل خلاياك ومسارات الطاقة، ويعبر إلى الأرض من خلال الجذور ليشفي الأرض وكل من عليها. هذا النور الإلهي هو من الله، وهو يعلم أي نوع من التشافي أنت تحتاجه، وأي نوع من التشافي تحتاجه الأرض ومن عليها. فقط كن مستقبل ودع التشافي يتدفق إليك ومن خلالك. الآن تخيل أنك تحت هذا الشلال من النور، هذا النور الأبيض الساطع، كأنه شلال وأنت تقف تحته، وذهنيا ردد بقلبك كل الصدمات والمواقف وذاكرة الألم التي احتفظت بها خلايا جسدي من فترة الطفولة والمراهقة والشباب، بسبب انتقادات من حولي بوعي مني أو بغير وعي مني، بسبب استهزائهم أو استخفافهم بي وبقدراتي وبشكلي، والتي أثرت على ثقتي بنفسي وكسرتها وقللت منها، وأنا تبنيتها وقبلت بها، وأصبحت وجهة نظري عن نفسي وواقع أعيشه. أسألك يا الله أن تغمرها بالنور لتزيلها وتمحوها وتعدم وجودها من مكان نشأتها بدءا من الآن وإلى الأبد، وأن تغمرني يا الله بطاقة القبول والتقبل والحب الغير مشروط والرحمة والتسامح لنفسي ومع نفسي ومع الآخرين. اللهم يا خالق كل شيء، أسألك وأطلب منك أن أدرك شعور الثقة بالنفس من جديد، وأن أعرف قيمتي، وأن أتقبل ذاتي كما هي بدون انتقاد وبدون أحكام. اللهم مكنني من أن أعرف متى وأين وكيف أكون واثق من نفسي، متقبل لذاتي ومدرك لقيمتي الحقيقية، وأعيش حقيقتي دون الحاجة لإثبات ذلك للآخرين. في كل مرة حاولت أن أثبت أني مثالي وكامل، وأني أفضل من أو أني أقل من، حتى أكسب رضا من حولي أو أجعلهم يحبوني ويتقبلوني، وكذبت فيها عن نفسي وخدعت نفسي وخذلت نفسي. أسألك يا الله أن تزيلها وتلغيها وتعدم وجودها وتمحوها. كرر ورائي الآن: أنا أحبك يا أنا، وأتقبلك وفخورة فيك. أنا فخورة بك، أنا راضية عنك بكل ما فيك، وأسعى كل يوم لإسعادك وتطورك ورفاهيتك وذلالك بالطريقة الأفضل والأمثل، وأن أكرمك كما يحبه الله ويرضاه. شكرا، لقد تم، لقد تم، لقد تم. اللهم أشهدنا على ذلك، اللهم أشهدنا على ذلك، اللهم أشهدنا على ذلك. اللهم إني أسألك
ما هي الطاقة والوعي التي أكون عليها أنا وجسدي لكي أكون في أفضل نسخة من نفسي؟ ربي دلني ما الطاقة والوعي اللي أكون عليها أنا ونفسي وجسدي لكي أصل إلى الحرية المالية. ربي دلني على ما الطاقة والوعي اللي أكون عليها أنا وجسدي لكي أحقق أهدافي. ربي دلني على ما الطاقة والوعي اللي أكون عليها أنا وجسدي لكي أحصل على علاقات مليئة بالحب والتفاهم والود. ربي دلني على ما الطاقة والوعي اللي أكون عليها أنا وجسدي لكي أصل إلى الرفاهية، رفاهية الحياة. اللهم دلني على ما الطاقة والوعي التي أكون عليها أنا وجسدي لكي أحصل على الصحة، على الجمال. اللهم دلني على ما هي الطاقة والوعي التي أكون عليها أنا وجسدي لكي أعيش معنى الآية الكريمة: وآتاكم من كل ما سألتموه. اللهم إني في حالة سلام وتسليم إليك. إلهي، أنا أعرف معنى لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة.